ظهر الخلع مختلف تماما عن الظهر الجديد، لان ناس كتير جدا بتسأل وبتبقى عاوزة تغير ظهر للتليفون بتاعها خلع. في فرق كبير جدا ما بين الظهر الايفون بتاعك الخلع وما بين الظهر الجديد. طب ازاي انت تعرف اللي انت الظهر ده خلع او الظهر ده جديد؟ انا هقول لك في الفيديو ده الفرق ما بينهم، ما بين الظهر الاصلي الجديد او الظهر الكوب الجديد وما بين الظهر اللي بيبقى خلع من تليفون تاني. احنا معانا دلوقتي 11 برو ماكس اهو، هنغير له ظهر مع بعض. بس قبل ما اغير الظهر هوريك الفرق ما بين الخلع وما بين الظهر الجديد، لان مش كل الظهور الخلع ينفع تركب على كل موديلات الايفون بتاعك الا بطريقه معينه، وبرضه هبقى اشرحها لك في فيديو تاني. تعال دلوقتي مع بعض عشان خاطر اوريك الفرق ما بين الظهر الخلع وما بين الظهر الجديد. بص بقى يا سيدي، الفرق ما بين الظهر الجديد وما بين الظهر الخلع. اولا ده باين جدا وواضح اللي هو مش ظهر خلع، ولكن لو ظهر خلع هيبقى باين كده من هنا اللي هو فعلا خلع من تليفون. بس الفكرة بقى مش في نوعية الظهر، ما انت ممكن يبقى معاك ظهر خلع لكن ما تعرفش تركبه كده من بره غير لما تفتح التليفون. طب ليه؟ الظهر الجديد بيبقى جاي تصنيعه اللي هي العدسات بتاعته بتبقى يعني التفريغات بتاعت عدسات الكاميرا بتبقى واسعة وكبيرة بحيث ان انت تنزله كده ويركب من غير ما تفتح الجهاز. ده كده الظهر الجديد. كل الدهور بتاعت الموديلات اللي هي ينفع تركب كده من بره وبتتحرق ليزر زي ال 13 وال 12 وال 11 وال 14، مع طبعا ال 14 العادي والكلام ده كله، ينفع اللي انت تجيب له الظهر بعد ما بتحرقه وبتركبه بالشكل ده، بيبقى ظهر جديد. طيب ليه؟ عشان خاطر الظهر لازم يغطس كده وينزل من حوالين الكاميرا. طب لو انت بقى معاك الظهر الخلع، هل هينفع تركب الظهر الخلع من بره بالشكل ده؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان الظهر الخلع بتبقى التفريغات بتاعته بتاعت الكاميرا ما بتبقاش جاية واسعة اللي هي تنزل كده من بره، بتبقى جاية ساعتها ضيقة. علشان خاطر هي ما ينفعش تركب من بره، لازم عشان تركب ظهر خلع ده لازم تفك الجهاز وتبقى مخلي الجهاز على الشاسيه كده، وطبعا بتبقى خالع ظهر وكمان بتبقى خلع العدسة اللي هي بتاعة الكاميرا دي، وبعد كده تركب الظهر، وبعد كده هتحط العدسة دي اللي هي هنا ملحومة كده ومتبنطة هنا لو انت ملاحظ اهو. هزوم لك اهو، شايف اللحامات دي؟ اللحامات دي كلها تمام هي بتبقى متبنطة وملحومة ايه على الظهر من هنا. ساعتها بتفك العدسة دي تمام، اللي هي الفريم ده، الفريم بتاع الكاميرا ده بيتفك، وبعد كده بتركب الظهر بالشكل ده، وبعد كده ساعتها بتقوم عامل اللحام ومركب العدسة أو الفريم بتاع العدسة ده من فوق الظهر، وبيلحم من جوه بالشكل اللي انت شايفه ده. علشان كده بنقول ان الظهر الخلع ما ينفعش يركب غير لما الجهاز يتفتح. وعلشان تركبه يعني موضوع كبير جدا ومش سهل اللي انت تركب ظهر خلع غير لما تخلي التليفون كله مفكوك، وبنفك الفريم بتاع الكاميرا ده، وبعد كده نركب الظهر ونلحم عليه زي ما انا وريتكم بالظبط. فهي دي الدهور الجديدة. والدهور الخلع طريقتها زي ما انا وضحت لك. عشان كده في دهور خلع لما بتيجي الناس بتبقى عاوزة تركبها بنقول له لا غير هاوسنج او شاسيه كامل احسن.